ما هو الظلم أولا؟ نعم. الظلم هو تعدي على حق الغير. نعم. سواء كان حق الغير يطلب منك أداءك أو يطلب منه أداء لك. نعم. تجاوز الحد في طلب الشيء. نعم. بأنك أنت تريد أن تأخذ دمك من عرق غيرك، هذا الحق يختلف باختلاف المأخوذ منه هذا الحق. فإن كان مساويا لك يبقى ظلم بشر لبشر. نعم. ولماذا تظلمه؟ لأنك تريد أن تأخذ شيئا من جهده ومجهوده وكفاحه وأنت متبطل عنه. نعم. تبقى أنت عايز زي ما قلنا تاخد دمك من عرق غيرك، وأزكى الدماء وما كان من عرق صاحبه. نعم. وإن كان المسألة حق أعلى قال لك ده يبقى الظلم العظيم، الظلم اللي مالوش حاجة. زي ما قال ربنا إن الشرك لظلم عظيم، لأنك جعلت الموجود كما قال الملاحدة غير موجود، قلت ما فيش إله أو جعلته موجودا ولكن له شركاء، يبقى دخلت ناس ما لهمش عمل نعم في أن يأخذوا حق من حقوق الله. وما دام ألفت هذا الظلم فمنعت الموجود بأن تكون ملحدا والعياذ بالله، أو أشركت معه ما ليس له في الألوهية شيء، يبقى ده ظلم الأعلى بقى. نعم. اللي قال إن الشرك لظلم عظيم. لظلم عظيم. نعم. تعال بقى في المساوي. إذا ظلم إنسان أولا الذي حركه على الظلم فساد قلبه بالحقد، فساد قلبه بالحسد، لأنه معناه اشمعنى يبقى عنده ده وأنا ما عنديش، أسرق منه، أنهب، أغش، أرشي علشان أسلب منه أي حق. يبقى ده بيعمل إيه؟ فساد في حركة الحياة. نعم. لأن الذي لا يعمل إن أخذ من العامل ثمرته زهد الناس في العمل، يقول لك ما أنا أعمل وغيري يأخذها معه. نعم. وإذا زهد الناس في العمل بطلت حركة الحياة. والله يريد حركة الحياة حركة موصولة مستمرة. نعم. فإذا كنت لا أتنعم إلا بجهادي وبعرقي يبقى الكل يعمل، ولما الكل يعمل يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه توازن، ويصير اليد الباذلة للعاجز عن الحركة فقط، مش المتحرك وعنده طاقة زي ياخد على ايه، لا، اللي ما عندوش ياخد مني بحق الله المشروع له، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يبقى من أراد أن هو يعيش في الحياة عيشة سيئة يشوف للقمة العليا، فلا ينكر وجود الله لأنك قد ظلمت الموجود بأنك قلت معدوم، وظلمت الواحد بأن له شركاء، جبت له ناس وياه شركاء في العمل. يقول لهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني اللي انتم بتعبدوهم لو الذباب جاء على طبق العسل وخد على جناحه شوية عسل، ما حدش يقدر يمسك الذبابة وياخد منها شوية العسل، ما يمكنش. ضعف الطالب وضعف المطلوب. وإن كان مساويا لك، ما دام مساوي لك وانت زيه ولك طاقته ولك عقله ولك تفكيره، لماذا تبيح لنفسك أن تأخذ حركة حياته وانت تفضل متعطل؟ يبقى العالم كله بلطجية، عايزين يعيشوا على حركة الريح. ولذلك قال له يا بلطجي، انت يا بلطجي اللي هتاخد مال غيرك، لو غيرك صنع ما صنع لم تجدوا ما تأخذوه. الشح هو أن تبخل بما في مجهودك أو قدرتك، وده أشد من البخل. ليه؟ لأن البخل قد تبخل على إنسان لأنك تكرهه، إنما الشح حتى عن نفسك، مع نفسك ومع غيرك كله. نعم، حتى عن نفسك. يبقى طبع في الذات، إنما ضبطك طبع في الإنفاق وفي المفعولية، دوك غير وده إيه وده غير. ولذلك الشحيح
يلبس الجلابيه مرقعه وهو عنده يجيب، وياكل كسره مش عارف بدون طعم وهو عنده اللي يجيب منها مش عارف. يبقى بلغ من البخل حتى بخل عن نفسه. يقول له انت مغفل البعيد. نعم. ليه؟ لانك انت ان لم تنتفع بما عندك فستتركه لوارث، هذا الوارث يتمتع به، انت شقيت بجمعه وهو يسعد ايه؟ بإنفاقه. فيبقى انت غبي. ولذلك يقول لك انا اللي ينظر لها من هذه الناحيه بالعائد على نفسه، لكن اللي ينظر اليها بان الشحيح عمل جميل في اللي هيورثه. ولذلك الشاعر ابن الرومي لما قال ان الاشحاء اسخى الناس قاطبه. يا ليه؟ لانهم ملكوا الدنيا وما انتفعوا، لم يحرموا الناس من بعض الذي ملكوا الا ليعطوهم كل الذي جمعوا. نعم. فالذي ينظر الى ان الشحيح بيعمل في غيره جميل بس غيره ده لسه جاي، رب ساع لقاعد وجموع لمشت، يبقى اذا لما الشحيح يشح، خلينا في الشحيح والبخيل الاثنين. لما واحد يشح باللي عنده سواء كان على حبيب او على نفس او على عدو، نقول له انت عملت في الحكايه ظاهره في الكون ظاهره، هذه الظاهره تشجع الناس بان يشحوا، وما دام يشحوا الناس عايزين يشحهم زيك انت كده، تقوم مش هتجد من يعول من لا يقدر على العمل، تبقى عملت فساد في الكون. وما دام عملت فساد في الكون يبقى تعدى الفساد ذاتك وذات من شح عليك، فانت تعمل الحركه بتاعتك على قدر طاقتك حتى مش على قدر حاجتك، فتأخذ من ثمرة حركتك طاقتك اللي انت عايزه. وما زاد فاجعله لمن لم يقدر على الحركة. ليه؟ لتؤمن نفسك إن عجزت، فإنك انت إذا كنت قادر وبتدي غير القادر تقوم تقول أنا لو طرأ علي ومرضت وضعفت برضه حاجد من الناس زيني ما عملت، حاجد من الناس من يعملون معي ويؤدوني. يبقى انت عملت سابقه تنفعك تؤمن حياتك انت. الله. يعني ايه؟ معنى سفكوا دماءهم، لان الشحيح لما يكون حتى شحيح على نفسه وعلى اولاده يمكن اولاده يقتلوه. ليه؟ علشان ايه؟ منعهم من الايه؟ منعهم من الخير، من الحياه. لما يجي واحد مهاجد ويلاقي واحد عنده ناس وبيشح ومشاع عليه، يقول لك حياه ده مش نفعانه. يبقى لو كان في عطب ما خلصوش من العطب. يبقى معناها انه هو هيعمل اشياء تسببه في ايه؟ في ان دمه يهدر من المجتمع الذي كرهه، ولو من اهله ولا من احبابه. وفي كتير ناس عمل. امال ليه القاتل يحجب من الميراث؟ عشان ايه؟ ليه؟ القاتل يحجب لانه استعجل ما اخر الله. ما تستنى لما يموت ما انت هتاخده، انما انت استعجلت عشان ايه؟ عشان ترث. علشان ترث. يبقى معناها ان فيه وارث يقتل المورث عشان ايه؟ ياخد المال. نعم. مش طايله وهو حي. نعم. عايز ياخد طول ولا ميت. يبقى ده سفك دماءه. استحلوا محارمهم، لانه كل حاجه يقول لك ده بكلمه ما بيديش حاجه حد عنده، يخلق له الزرع يا مش عارف ايه، خلاص فينا شر الشح حتى ندخل في قول الله ومن يوق شح نفسه فقد فاز فوزا عظيما. الله.